السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد ومنيو أسبوعي جديد معانا. نبتدي كده بسم الله. ما تنسيش تعمل لايك للفيديو لو عجبك واشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. أول يوم أو أول فكرة كانت صينية سردين. عايزة أقول لكم إن أنا جايبة نص كيلو سردين، ما شاء الله اللهم بارك. الصينية دي نص كيلو سردين ب30 جنيه، وكمان جبت ب10 جنيه بسارية، بس ما شاء الله البسارية كانت في اليوم ده كبيرة شوية. جبت ب10 جنيه. وبعد كده عملت طبق بابا غنوج، طبق سلطة. ممكن تعملي بقى مع السردين ده بس، يعني ممكن تكتفي بالسردين او البسارية بس. زي ما قلت لكم احنا بنقدم افكار وحضرتك بتاخدي اللي يناسبك وبتشيلي اللي ما يناسبكيش. تمام. دي كانت اول يوم. تاني يوم معايا عملت صينية بطاطس تومية. برضو حبيت ان انا يعني ايه ما هدرش في الزيت، لان دي بتاخد كبيرها قوي لو عملت صينية كبيرة. معلقتين زيت. تمام. فعملت صينية كده وهتلاقوا طريقتها موجودة في القناة يا بنات. عملت كمان طبق بطاطس مهروسة. حبيت اكتر فيها الخضرة شوية، تديها طعم حلو قوي وريحة حلوة ونفس حلو. طبق بقى مسقعة خطير. طبعا الميكس ده عايز يعني 20 رغيف. وكمان ليمون مخلل زي ما قلتلك. ممكن تعمليه بقى المسقعة مع شوية سلطة مع شوية بطاطس زي ما انتي حابة. تالت يوم معايا كان عندي في الفريزر ورق عنب، طلعته وعملته. وكمان ده يا بنات ورق لفت. طبعا في ناس كتير عارفاه. بصوا ما شاء الله. والرز كمان مفلفل مش معجن اهو. طبعا كنت مستعجلة فما تاخدوش بالكم خالص من اللف بتاع ورق العنب. كنت مستعجلة فلفيته كده بسرعة بسرعة سريعا. وكمان جبت اللهم صل على سيدنا محمد أجنحة دجاج. اقول لكم ان كيلو الأجنحة وصل 55 جنيه. سلقته كده وبعد كده بحمره في الزيت، يعني ما بحطش فيه زيت كتير لا خالص. تمام يا بنات. دي كانت تالت فكرة معايا. رابع فكرة معايا اتبقى معايا محشي. انا متعودة ان انا بعمل محشي مثلا حلة 2 عشان يتبقى معايا لتاني يوم، واتبقى معايا طبقين شوربة. ممكن نحمر معاهم بطاطس، طبق سلطة، طبق مخلل. وما شاء الله برضو كانت حاجة زي الفل. معانا الوجبة دي. بصوا احلى وجبة في الوجبات كلها الفطير. انا عاملاه في البيت يا بنات، طريقه سهله. الكيلو بيعمل معايا 3 فطاير بنفس الحجم اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. بس طبعا كان سخن ما كنتش قادره يعني اقطعه معاكم. بطلع معاه جبنه قديمه او جبنه حادقه. وكمان جبنه بيضه، عسل نحل، عسل اسمر او عسل اسود. بصوا مفيش احلى من كده. الفطير طري وجميل ومورق وخفيف ومش تقيل. برضو هتلاقوا الطريقه بتاعته موجوده على القناه. سادس وجبة معانا الكبد والقوانص. عايزة اقول لكم انا جايبة نص كيلو كبد وقوانص ب40 جنيه، الكيلو ب80 جنيه عندنا. طبعا يا بنات الاسعار بتختلف وبتتفاوت من منطقة للتانية، عشان بس محدش يقول ايه لا ده عندي بكذا، ده عندي بأقل، ده عندي بأكتر. طبعا ما فيش أقل. آه برضو هتلاقوا طريقتها موجودة على القناة. قطعت معاها طبق سلطة كده، وممكن تطلعي مخلل. طبعا البطاطس اليومين دول ما تنفعش تحمير خالص، فالبطاطس دي يا بنات فارم فريتس. بتنفع بقى الولاد. طبعا الولاد ملهمش في الطبيخ اساسا يعني، فبتنفع قوي معاهم. اخر وجبة معايا طبعا طبق العدس، وده بقى ضيف اساسي معانا في الشتاء. حمرت معاه فلفل اخضر، وكمان كان معاه عندي بتنجان عروس. حطيته كده بالدقة. وممكن كمان تاخدي من الدقة بتاعة البتنجان دي تحطي على الفلفل. اتمنى منيو النهارده يكون خفيف كده عليكم وتكونوا اخدتوا منه افكار. لو افادك الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لايك وشير والاشتراك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لي بدعوة بظهر الغيب.